السلام عليكم. راح نسولف اليوم ان شاء الله عن الرابع اعدادي العلمي والادبي. راح نسولف شنو الكتب اللي راح تاخذوها، شنو اصعب ماده، شنو اسهل ماده، وشنو المشاكل اللي راح تواجهوها بهاي المرحله. يعني حلقه كامله راح اعرفك كل شيء تحتاجه بالرابع اعدادي، وهاي الفقره راح اسويها لكل الصفوف اذا حبيتوها. طبعا قبل لا نبدي اتمنى اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بيها. وتعال خلينا نسولف بالبدايه. خلينا نسولف عن الرابع علمي. الرابع علمي عندك 10 مواد اللي هن اسلاميه، عربي، انجليزي، رياضيات، كيمياء، فيزياء واحياء، وكرديه، وحاسوب، وعلم الارض. وبالادبي اسلاميه، عربي، انجليزي، رياضيات، تاريخ، وجغرافيا، وعلم الاجتماع، وكرديه، وحاسوب، وعلم الارض الجديد. اسهل ماده سواء الادبي او العلمي هي الاسلاميه، يعني الاحفاء بها راح يكون جدا سهل. الاحفاء انه اذا الاحفاء الفردي قانونه كل ماده بالساعه السنوي 90 وفوق هاي محفي. والاحفاء العام قانونها هم كذلك بالساعه السنوي اقل درجه 75، والمعدل بالساعه السنوي 85 العام. وهذني الاحفاءات طبعا مستمرات على السنه الجديده اللي هي دفعه 2024 و 25. هم هذني النوع مال الاحفاء مستمرات على السنه الجديده. طبعا هسه وصلنا للرياضيات. الرياضيات مال العلمي مواضيعها شويه معقده، يعني هاي الماده شويه جافه صعبه شويه. اما بالنسبه للادبي اكيد حتكون صعبه. ليش؟ انت ليش رايح ادبي؟ على مود تخلص من سوالف الحسابات والارقام والقوانين، حتى تحب تدرخ فتروح ادبي. فالرياضيات راح يسوي لك مشكله. وطبعا بالرياضيات ان شاء الله ماكو اي خوف. ليش؟ لان مدرسين اليوتيوب مكفين وموفين بهاي الماده. وعندك افضل 3 مدرسين: حيدر وليد، وعلي صادق، وحيدر عبد الائمه. وبعد عندك هواي مدرسين مفصل لكم ماده الرياضيات تفصيل. شوفوا ما شاء الله هواي تستفادون. وهسه راح اخذ لك اياها ماده ماده، وكل ماده احكي لك شنو الصعوبات والمشاكل اللي راح تواجهها بيها. نبدي مثلا ورا الرياضيات. الانجليزي سهل، واذا كنت حافظ معاني وتعرف الترجم فراح تسيطر سيطره كامله على ماده الانجليزي. نروح على الماده اللي وراها اللي هي الاحياء. الاحياء خلصانين من عندها بكل الصفوف الصعبه، بس الاحياء بالرابع علمي الحلو بيها انه تكون مفهومه، يعني مو شيء معقد. يعني الحفظ اللي بيها والفهم راح يساعدك كلش هو على انك تحفظ هاي الماده. وهسه ننتقل على الماده اللي وراها اللي هي ماده الفيزياء. ماده الفيزياء تذكر بالثالث انه الفيزياء كانت شرح هواي ومسائل قليل. هنا بالرابع علمي لا، انعكس الوضع، راح يصير مسائل هواي وشرح قليل. فما دام صار بيها مسائل هواي فالهم يعني الحل مالتها عند اليوتيوب مثل الرياضيات والانجليزي وبقيه المواد. وهسه ننتقل على ماده الكيمياء. ماده الكيمياء مال الرابع علمي بها ارتباط جدا قوي ويا الكيمياء مال السادس علمي. يعني تقريبا بالكيمياء مال السادس علمي تقريبا اكثر المواضيع متشابهه بينها وبين الرابع علمي. يعني اكو ربط بين ذن المادتين، بين مرحله الرابع اعدادي والسادس اعدادي. وبالنسبه لماده العربي هاي تختلف من طالب لطالب، بس هي هاي الماده بشكل عام بيها قواعد وادب وانشاء، يعني نوعا ما الماده شويه تدوخ. وطبعا انا اشوفها ماده شويه صعبه لان معقده بيها قواعد وادب وانشاء. وننتقل على الماده اللي وراها اللي هي ماده الحاسوب. الحاسوب يعني ما في شيء. والكرديه هاي ماده جديده عليك، راح تتعلم بيها الحروف، شو تكتب كلمات بالكرديه. يعني هي بالاصل ماده ثانويه، وما اعتقد اي طالب انه راح يرسب بيها. وماده الحاسوب الشيء الوحيد اللي يشفع لها انه اسئله مدرسين هاي الماده دائما تكون اسئلتهم سهله. فتقريبا تلقى اغلب الطلاب معفيين بهاي الماده. وهسه نجي على التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع اللي هن مواد الرابع ادبي. طبعا هذين المواد الثلاثه اللي هن الجغرافيا والتاريخ والعلم الاجتماع ذني كلية كل ما هاي درخ. يعني ما بي لا حسابات ولا قوانين ولا ارقام. انت مرتاح من هاي السالفه. كلية ذن المادات درخيات، وعباره عن حفظ ودرخ، ما به لا فهم ولا هاي. يعني انت خلصان من هاي السالفه بالاصل. وطبعا اذا ما كانت كل هذين المعلومات كافيه احتمال اسوي حلقه ثانيه على هذا الموضوع. وطبعا كتبوا لي بالتعليقات انه حبيتوا هذين السلسلات او لا. حتى اذا حبيتوهن ان شاء الله نكمل بقيه الصفوف وناخذ كل صف ونشرح مثل ما شرحنا للرابع اعدادي، مثلا شنو اصعب ماده، شنو اسهل ماده، ونشرح كل شيء بهذا الصف بشكل عام. وصلنا لنهايه الفيديو. كل التوفيق ان شاء الله. لا تنسون تشتركوا بالقناه. اشوفكم ان شاء الله بفيديو ثاني.